السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الودادين والودادين. كما شفتوا البارح مقابلة للنسيان، بكل صراحة كما كنقول دائما في الفيديوهات السابقة ديالي، المحاسبة في آخر السنة. اليوم جاء الدور ديال المحاسبة. أنا بالنسبة لي كنشوف بأن لقيت منا المسؤول الوحيد على هادشي اللي وصل لفريق الوداد الرياضي. المقابله ديال البارح انا بكل صراحه انا شفت اللقطات لان ظروف العمل ما تفرجتش في المقابله، ولكن كان الوداد باش يقتل المقابله في ربع ساعه الاولى سالينا، لكن قدر الله ما شاء. اخطاء تحكيميه، راه سوء الطالع اللي كيرافق فريق الوداد الرياضي في هذه السنوات. ما فهمتش انا هادشي والله العظيم. تابعنا شي نحس وتخسير صاحبي بعد منا، سير الضفه الاخرى، سير عطا الله البركان، عطا هذا 3 سنين وحنا بكل صراحه سوء الحظ في مجموعه من المقابلات، مجموعه من المسائل دائما كاين شي حاجه تما ما فهمتش. النحس تبعنا هاد الايام بغيت ربي يبعدو منا، سير اخويا لشي جهه اخرى، راه تقهرنا والله بكل صراحه تقهرنا. انا اللي بقى فيها البارح مقابله ديال البارح، انا مقابله مع ديال يعني راه بحال لاعب الكاف نهائي ديال كاس الكاف، راه بركان عام وهي كتمشي وتجي في افريقيا كمان باش تربح 2 المليون. مقابله كانت عليك تربح، الوداد كان عليهم ربحوا مقابله ديال البارح. من المستوى يعني ديال العين راه ماشي في شي فريق كبير اللي غادي يخلعنا ولا شي. انهزمنا مع السيتي ونهزمنا مع الجوفنتوس عادي جدا، فروق. راكم شفتوا المستوى ديال السيتي اللي كانوا كيقولوا دخلوا الاحتياطيين، شفتوا اش داروا البارح. بكل صراحة هذوك الفروق راه عالمية احترافية، لا مجال للمقارنة. أي واحد كيبدا يقارن لينا كأس العالم الحالية مع موندياليتو فما كيفهمش في الكرة. بالنسبة لي المقابلة ديال البارح بقى فيها الحال، علاش؟ لأن اللعابة كانوا عليهم يديروا واحد المجهود جبار خرافي كأنك لاعب نهائي. بكل صراحة لعبوا 15 دقيقة، الباقي ما كانوش حاضرين في الملعب. على العموم حنا هذه المقابلة أو مباريات كأس العالم ماشي درناها باش نربحوا وندوزو الدور الاول. من البدايه حنا قلنا بان هاد كاس العالم فرصه لفريق الوداد الرياضي باش يصيب يعني استراتيجيه للمستقبل، باش خصنا نقدموا استراتيجيه للمستقبل. هاد الفلوس خصنا نخلصوا اللي تيجي ونقدوا المسائل اللي خصها تقاد، ولكن هاد الشيء خصو يديروا واحد الرئيس محنك. انا هادشي كامل، هاد العربجه وهادشي اللي كامل فين كدور فيه الولد كنحملو ايت منا بركه من العشوائيه. الله يرحمك الوالدين، ما قدش على شغلك حتى السوار دير جمع عام وحنحط. راه الوداد هادي راه يا اخوان، راه فريق الوداد الرياضي، راه ما يمكنش. راه حنا اللي كيضرب بنا المثل في العالم، راكم شفتوا الجماهير ديال الوداد كيفاش ابهرت العالم. ما يمكنش حنا كفريق الوداد الرياضي تسير بهذه الطريقه العشوائيه. ما بغيناش نهضروا في وسط الموسم، كنقولها دائما المحاسبه كتكون في اخر السنه. يتمنى راه ما قايمش بالواجب ديالو كما خصو يكون. بكل صراحه هاد العشوائيه، هاد الاستعدادات اللي مشينا للمونديال ما كانش في المستوى. بكل صراحه الانتدابات ما فهمتش انا. هاد السيد كيمشي يجيب كلشي ديال اللعاب وما كيشوفش مراكز الخاصه، كيسد عينه ويجيب ويلوح في منجلو. راه ماشي بالعدد، راه الكم بالكيف، ماشي الكم. جيب 10 ولا 12 حتى واحد ما صالح. حنا عندنا الخصاص في الدفاع وهو جايب لي اجنحه وجايب الهجوم راس حربه هذا وهذا. ما يمكنش الاخوان نمشيو بالقدام. هادشي يتمنى راه خصك تجلس وتشوف المسائل اللي كدير في الوداد الرياضي. راه بزاف ديال المسائل ما خصهاش تكون. حنا ماشي يعني راه ديك صيفط هذا جيب هذا، راه ما صالحاش للفريق الوداد الرياضي. اللي خصو يكون هو تكون لجنه تقنيه ويكونوا الناس اللي فاهمين في المسائل ويكونوا معهم الرئيس ويشوفوا مراكز الخصاص، فين عندنا الخصاص، فين عندنا الفائض ديال اللعابه، شنو غنطلقوا شنو ما خص يكون واحد الاشياء مقننه. سينو غادي نجيبوا هذوك الفلوس نعطوها في اللي تيجي وصافي السلام عليكم، بقى ندورو عاوتاني في نفس الدوامه كأن الوداد ما دار حتى شي حاجه، رغم انكم عارفين الضفه الاخرى راه كيقادوا لها المسائل ديالها ومجموعه من المسائل بلا ما نهضروا فيها. بكل صراحه حنا خصنا نهضروا في اللي كيهم فريقنا الوداد الرياضي. الرئيس يتمنى خصك تقوم بالواجب ديالك. اخر فرصه راه ملي ترجع تجلس مع الناس المختصين. مدرب ما غاديش نلومه، لان بن هاشم
عنده التداخل في هذا الشيء، راه جا في اخر لحظه وما يمكنش غادي يجي واحد يقول لك 5 مقابلات لبن هاشم الاخيره بنهزم فيها. انا بكل صراحه غتنهزم لان لعبتي مع فرق تفوقك يعني فنيا وماليا وفي كل المجالات، لا مجال المقارنه. لعبتي مع بورتو خسرتي، راه كان ديك الساعه استعداد مع السيتو مع الفرق اللي كتحصل على المقابله ديال البارح هذا ما خصهاش يعني، حيت كنا متساويين متعادلين، ماشي شي فرقه اللي فايتك واخا ماديا هما احسن منا، ولكن فنيا بان فريق الوداد كان عليه ينتصر البارح، لان بعد الهدف زقنا خرجه ديال الاهداف يعني كان يسالم بالميميره تسالب 3-0 انت صافي ساليتي الماتش. هذا هو الفرق بين كون طاحوا مع جيفونتوس، هذا الشيء باش كاين الفرق بيننا. تجي محاوله كيحط عليهم في الشبكه مابقاش كيتساهل معاهم، حنا العكس دور هنا قلب شقلب وفي الاخر يعطيها للسمع. هذا هو الفرق. على العموم مقابله سالات، الموسم غادي يبدا، خص الخدمه. ايتمنى راه ما كاين حتى شي واحد اللي غيرحمك السنه المقبله، ما كاينش راه ما يمكنش غتبقى في الوداد الرياضي، ما عندك حتى شي عذر. الفلوس كاينه، خص الخدمه. اللي ما فاهمش شي حاجه كيجيبوا التقنيين، راه ما يمكنش الوداد تعيش في هذه العشوائيه. كنا كنقولوا الناصري جيتي انت راه اكثر منه. فهاد لاموندياليتو راه بينت بان لا علاقه لك بالتسيير الرياضي، ما كاين لا مستشهر، ما كاين الانتدابات في المستوى، ما كاين بزاف ديالها. رغم ان الانتدابات كاين فلان وفلان وفرتلان اللي مكلفين بها وحيدتي عليك واحد جزء من المسؤوليه، ولكن يعني المحاسبه تكون معك انت. رغم ان اللجنه التقنيه الا فشلت في الانتدابات حنا ما كنعرفوا الا رئيس الوداد ايتمنى. بغض النظر على هادشي كامل غادي نرجعوا ثاني واحد الفئه ديك السرنا ومجموعه من الاعلاميين في ذاك راديو مارس ذاك الزوق، واحد المجموعه من اللي كيتحكموا على الوداد، وكاين ولد البرنوس واحد المجموعه من سميتو الرجاويين في هذه الجهه الاخرى. حنا جايكم. انا بكل صراحه ما نعقل على حتى شي واحد، ما كيمثلني حتى شي واحد يمثل راسو، ما غندعم حتى شي فرقه من هنا. نقولها لكم لان اللي شفناه مؤخرا كاين واحد القله القليله اللي تعاطفت معنا. انا ما نعقلش على شي واحد، لا بركان لا الرجاء لا الجيش اللي كيمثل راسو، ما يمثلنيش باقي انا حتى شي واحد. اللي دار شي حاجه ديرها لراسو. سير اخويا، ما نشجع انا الافريق وما نشجعكم باقي. بينتوا على الحقيقه ديالكم، حتى واحد ما تضامن معنا، حتى واحد ما دعمنا، غير كلمه زينه. راه ما الا قلتي اتمنى التوفيق للوداد صافي غنربحوا السيتي، ولا الا قلتي التوفيق للوداد غنربحوا لا يوفو غنجيبوا كاس العالم للانديه وغادي نفوتوكم وهلا ما بغيناهمش يروحوا، ما راه هادشي عادي جدا. تتمنى لنا التوفيق، راه ما الا ما مكتبش راه ما مكتبش، ولكن الدور جاي عليكم نتوما. الصنداره راه كدور اليوم ولا غدا غتشاركوا فشي، ما كاينش داكشي. المسانده ما كنعرف غير فريق الوداد الرياضي، وفي هذه الصفحه وفي هذه القناه ما كاين كلاش. الله يطيح يتقلق، ما باقيش نعقل على شي واحد لا نديرو بحال هكا. اللي بغى يتقلق يتقلق، اللي بغى يضرب راسو مع الحيط ما على باليش حتى شي واحد. كنعرف فريق الوداد الرياضي في هذه المنابر ديالنا هنا ما نعقلش باقي على حتى شي واحد. صافي سالا داكشي ديال الاخوه والمحبه، ما عندنا ما نديرو بكم. اللي رجاوي ضرب راسو مع الحيط سير طير تلاح لديك الجهه.